رخيص ومالي السوق. البتنجان العروض هنعمل منه المخلل اللي بيفتح النفس على طول، بس السر كله في التتبيله الصح. في الفيديو ده هقولك على طريقتي الخاصه اللي بتخليه لونه من جوه بنفسجي وجميل وطعمه خطير. اضافه بسيطه في ميه السلق بتخلي لون البتنجان بتاعنا بنفسجي وجميل ولونه يفتح النفس. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تعرفي كل الاسرار وتشوفي النتيجة بنفسك. شوفي النتيجة زي ما انت شايفاها قدامك كده، قلب البتنجانة من جوه احمر ولون جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. كمان الفلفل المقطع ده طعمه تحفة، واخد من مزازة البتنجان وطعمه خطير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي 1.5 كيلو بتنجان عروس. جبت حل غسلته كويس وصفيته، جبت حلة مية حطيت فيها معلقة ملح دوبتها، وده السر اللي بيخلي لونه بنفسجي جميل. كان عندي بنجر متفرز، قطعتها كده بنجرايه وحطيتها في ميه السليق، ونزلت البتنجان زي ما هو من غير ما اشقه من غير اي حاجه خالص، لانك لو شقتيه بيسود من جوه. ودي الخلطه بتاعت التتبيله. بل البتنجان بدا اهوت بيتسلق نص سلقه عشان ما يتهريش، هطلعه في مصفى. ودي الخلطه. عندي فلفل احمر بارد مش حامي، لو انت عايز تعملي حامي عادي، وفي توم وقرن فلفل كده حامي، ومعلقه ملح، ليمونه ونص، و3 معالق خل. لكل نص كيلو معلقه خل. ضربتهم في الكبه وبدات كده انضف، اطلع العرق بتاع البتنجان. بطلع العرق بتاعه من غير سكينه من غير حاجه، لان هو مسلوق وبيطلع سهل جدا بمنتهى السهوله. لو قدامك 10 كيلو هتخلصوهم في دقيقه. بطلع العرق كده بايدي زي ما انت شايفه. هخلص كل الكميه بتاعتي وابدا بعد كده اشقه من بالسكينه. شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، قلبه ابيض ازاي من جوه. وانت بتشتريه تتكي عليه تلاقيها طريه كده ولينه معاك ولونها اسود، دي بتبقى نظيفه، بتبقى من جوه قطن ابيض. خلاص خلصت الكميه كلها، هبدا احشيهم بقى كده. بجيب معلقه صغيره وبحشي كل بتنجانه كده معلقه، ودي علبه عندي بلاستيك بغطا احطهم فيها. ارص كده كل البتنجان جنب بعضه في العلبه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده الخلطة دي جميلة قوي. انا ما حطيتش فيها فلفل حامي كتير، بس لو انت بتحبي الفلفل الحامي فيها زوديه عادي براحتك، مفيش اي مشاكل. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. خلاص كده بدأت اخلص بكل الكمية اللي عندي اهي، هحشيتها كلها. وعندي فلفل اخضر وفلفل احمر برضو مقطعاه، بس ده فلفل بارد. هبدأ برضو اضيفه عليها كده بعد ما بخلص البتنجان كله. هنزل عليها الفلفل كده، ده قرن فلفل حامي بيدي لسعة بسيطة كده. وده الفلفل الاخضر البارد والاحمر اللي قلت لكم عليه من شوية، قطعته كده، وده بيبقى طعمه اجمل واخطر من طعم البتنجان نفسه. دي مية السليق، وده السر اللي بيخلي لونه بنفسجي، لون البنجر ده. حطيت فيها كده معلقتين ملح ونزلتها. الملح طبعا على حسب انت ما بتحبي. غطيت المخلل بتاعي وبيته في التلاجة طبعا عشان الحر، واصبح تاني يوم الصبح هتاكلي منه عادي خالص. ده تاني يوم الصبح طلعت منه كده اهوت، والبتنجانه بفتحها من جوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوف البتنجان مستوي اهو جميل خالص، وطبعا شارب بقى من التتبيله ومن الميه بتاعه السليق بتاعته. قلب البتنجانه من جوه بنفسجي وجميل ازاي.
ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حبيبتي لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق جميل منك يشجعني. ما شاء الله لا قوة الا بالله. المخلل خطير وكان طعمه روعة روعة روعة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.